الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شرحنا للرسالة القيروانية للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني النفزي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 47 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. هذا الموضوع هو من المسائل العظيمة التي ابتلي بها أئمتنا رحمهم الله في زمن الخليفة المأمون العباسي، وكان هذا الابتلاء ابتلاء عظيما نال المسلمين مشرق الأرض ومغربها، لأن الدولة العباسية كانت دولة مترامية الأطراف، وكانت تحكم من بلاد خراسان إلى بلاد المغرب. وكان كبار أئمة أصحابنا رحمهم الله في بلاد الغرب الإسلامي، وخاصة في بلاد إفريقيا. وعندما نتحدث عن بلاد إفريقيا فنقصد ما يمكن أن يشمل اليوم تونس كلها، وغرب ليبيا، وشرق الجزائر. هذه المنطقة كلها كانت تسمى بلاد إفريقيا، وكانت قاعدتها هي القيروان. وهذه المحنة تأذى منها مشايخ الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ولذلك إذا قرأتم سير أولئك الأئمة فسترون من صلابتهم في السنة وشدتهم في الدفاع عنها شيئا عظيما. بالمناسبة، أنا حقيقة يعجبني المقدمة الرائعة التي كتبها أخونا الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره في مقدمة رسالته المغربية. حقيقة أرخ للتحول العقدي عند المالكية بطريقة رائعة، وبين كيف كان ذلك التحول تدريجيا إلى أن تحولوا من المنهج الأثري إلى المنهج الكلامي. أنا أحضكم على أن تقتنوا تلك النسخة وتقرأوا تلك المقدمة الرائعة. وحتى في شرحه هذه الفقرة التي نحن نتحدث عنها، فقد تطرق لكثير من أو للعديد من صور صلابة أئمة أصحابنا عندما ابتلوا بهذه المحنة في بلاد إفريقيا، لأن جلهم كانوا في بلاد إفريقيا. أما الآخرون الذين كانوا في مصر وفي الحجاز وغيرها، الحقيقة المحنة لم يظهر أثرها في الحجاز كثيرا، لكن ظهر في مصر والشام والعراق يعني والشمال الإفريقي. هذه المناطق التي حدث فيها أو ظهرت فيها المحنة وابتلي فيها العلماء وصبروا صبرا عظيما، فمنهم من ثبت، ومنهم من ورى، ومنهم من لم يثبت في المحنة، وهكذا يعني كعادة أي محنة من المحن. على أي حال، هذا الموضوع يقال إن سبب تسمية علوم العقيدة بعلم الكلام هو هذه المسألة العظيمة، فإن هذه المسألة العظيمة من المسائل التي حدث فيها الاختلاف الشديد بين فرق المسلمين، وأول من خلط وخبط فيها هم الجهمية، وتابعهم على ذلك المعتزلة، ثم استطاعوا أن يتسلموا السلطة زمن الخليفة المأمون، ومن ثمة
امتحنوا علماء الإسلام في مشرق الأرض ومغربها وألزموهم بمقالتهم، وهي أن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق. وأدى ذلك بعد ذلك إلى تغلغل النظريات الكلامية في منهج أهل السنة نفسه، إلى أن دخل هذا العلم الكلامي في جل فئات علماء المسلمين، إن لم يسلم منه أحد، لا أتباع الإمام، لا أتباع المدرسة المدنية ولا أتباع المدرسة الكوفية، فضلا عن غيرها من المدارس. حتى إن الحنابلة الذين تتلمذوا على الإمام أحمد، والذي كان أشد من ثبت في هذه المحنة وأكثر من تحدث فيها وفصل في مسائل الاعتقاد ردا على الشبه وما إلى ذلك، ومع ذلك فإن كثيرا من متأخر الحنابلة دخلهم من علم الكلام ما غير عقائدهم. ولذلك أنا حقيقة أنا لا أحب أن أقول الأشاعرة والسلفيون وما إلى ذلك، لا أحب هذا. لماذا؟ لأن الواقع أن متقدمي الأشاعرة أو متقدمي أتباع أبي الحسن الأشعري كانوا يدافعون عن السنة وكانوا يتمثلون ذلك، فهم طائفة من أهل السنة الذين اجتهدوا في الدفاع عن السنة، لكن دخلتهم الأصول الكلامية. وحدث نفس الشيء مع الحنابلة زمانهم. فإذا الحنابلة لم يكونوا أيضا صافين على محض السنة التي تركهم عليها الإمام أحمد، أقصد المتأخرين منهم. ولذلك اليوم ما نراه اليوم مما يسمى الحنابلة الجدد هو 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 مظهر من مظاهر إعادة المذهب الحنبلي الذي كان في القرون الأخيرة، والذي تأثر أصحابه بعلم الكلام وبالبدع وما إلى ذلك، ولم يبقى على صفائه الذي كان عليه زمن الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك تراهم جميعا يفوقون سهامهم إلى منهج أهل السنة الصافي الذي جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي أخذه عن من سبقه من أئمة السنة، والذي هو منهج السلف رحمهم الله. فيقولون نحن الحنابلة الجدد ونحن كذا ونحن الذين ورثنا المنهج الحنبلي الحقيقي، أما هؤلاء فهم كذا وكذا وما إلى ذلك. ودائما يقولون بأن يتمثلون كلمة تاج الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية، وتاج الدين السبكي كان من متشددي الأشاعرة، فيقول عن عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: هذه العقيدة مما اتفق عليها أهل السنة من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة. لماذا يقول فضلاء الحنابلة؟ يقصد أن غير الفضلاء هم من يتهمهم بالتجسيم والحشو وما إلى ذلك، يقصد أهل السنة والجماعة الذين بقوا على صفاء السنة يعني. فلذلك الذي يحب أن أقوله إن الأشاعرة أنفسهم لم يكونوا على شيء واحد، كذلك الحنابلة أنفسهم لم يكونوا على شيء واحد، ونحن لا ندعو لا إلى أشعرية ولا إلى حنبلية، نحن ندعو إلى منهج أهل السنة الصافي الذي كان عليه أهل المدينة الأول، والذي قرره الإمام ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمته هذه. وبالمناسبة هناك عالم حنبلي نسيت اسمه، هل هو أبو علي الهاشمي أو أبو جعفر الهاشمي، أحد هذين، وهو من كبار أئمة الحنابلة الذين صنف كتابا في الفقه الحنبلي، متنا في الفقه الحنبلي، وقرر فيه عقيدة هي نفس عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني. فلكم أن تتخيلوا هذه العقيدة المغربية كيف أخذها عالم مشرقي في بغداد وجعلها جزءا من كتابه، لأن المصدر واحد، ولأنهما يغترفان من مشكاة واحدة، وهي مشكاة السلف الصالح، سواء كان حنبليا أو مالكيا، الأمر سيان، هي عقيدة واحدة. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن الآن يقول رحمه الله هنا يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى. هنا مسائل عديدة أنا سأذكرها مسألة مسألة.
إذن هنا الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله يتطرق لصفة الكلام. نحن تحت الله تبارك وتعالى قلنا لعلكم تذكرون بأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. وهناك صفات ذاتية فعلية، يعني أن الصفات الفعلية لها جانب ذات وجانب فعل، وتسمى الصفات الاختيارية أيضا. كيف؟ الآن إذا تحدثنا عن صفة كلام الله عز وجل، يقول الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. إذن كلام الله هو صفة ذات الله، أن الله عز وجل منذ كان في الأزل وهو قادر على الكلام، وكذلك هو قادر على ذلك إلى أبد الآبدين من غير أي نهاية. ثم قال: لا خلق من خلقه، يعني يريد أن الكلام ليس من خلق الله عز وجل. ففي هذا إثبات الكلام لله عز وجل بكلام هو صفة ذاته سبحانه وتعالى وليس بمخلوق، يعني كأنه يقول خلافا لمن زعم أنه مخلوق وأن القرآن مخلوق، وهم الجهمية والمعتزلة. طيب ماذا يقول الجهمية والمعتزلة؟ الجهمية والمعتزلة على أصلهم بأن الحوادث لا تحل في ذات الله. قلت لكم إن هذا الأصل أخذه عنهم جميع أو كثير من أهل السنة، ولذلك نفوا الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية وأولوها. حتى المتقدمون منهم من الأشاعرة قبلوا الصفات الفعلية وأثبتوها، لكنهم تأولوا الصفات الاختيارية. فلذلك حدث لهم أيضا في مسألة الكلام افترقوا على مناهج كيف يفهمون هذه الصفة، يعني أشكلت عليهم. أما الجهمية والمعتزلة فقالوا إن الله عز وجل خلق الكلام، يعني الله عز وجل لا يتكلم عندهم، لكن يخلق الكلام في الشيء، فإذا خلق الكلام في الشيء سمع الناس ذلك الكلام. طيب على مذهبي ماذا خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام. طيب إذا خلق الكلام في الشجرة إذا الشجرة هي التي تكلمت. الكلام ينسب لمن تكلم به، لا ينسب لمن خلقه. وإلا نحن خلق الله عز وجل الكلام فينا فتكلمنا، هل كلامنا هو كلام الله؟ لا طبعا، كلامنا ليس هو كلام الله عز وجل. طيب وماذا قال الأشاعرة والماتريدية؟ قالوا نحن نثبت كلام الله عز وجل ولا يمكننا أن ننفيه، لكن الله عز وجل يتكلم بكلام نفسي قديم ليس بحرف ولا صوت، ليس له أول ولا آخر، ولا يمكن أن يكون متقدما ولا متأخرا. طيب وبالتالي والقرآن الكريم؟ قالوا القرآن الكريم من كلام الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى، ولكن القرآن الكريم حرف وصوت. القرآن الكريم حروف: ألف لام ميم عين سين قاف حاميم ألف لام را إلى غير ذلك من هذه حروف، هذه وله أول وله آخر، ويفتتح بالفاتحة وينتهي بالناس. إذن ماذا تقولون في هذا؟ قالوا لا، كلام الله القديم غير مخلوق، لكن الكلام الحادث الذي هو في المصحف هذا مخلوق، خلقه الله فسمعه جبريل فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندهم أن القرآن مخلوق في واقع الأمر، ويصرحون بهذا في كتبهم، يقولون القديم هو كلام الله غير مخلوق، لكن المصحف مخلوق. مشكلة هذه، وهذا الذي أنكره الأئمة، هذا هو عين ما أنكره الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وقالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هذه هي الإشكالية التي استنكرها أئمتنا رحمهم الله. طيب إذن فلننظر، هذا الذي قاله الإمام ابن أبي زيد رحمه الله قد نص عليه أيضا في كتابه الجامع من تهذيب المدونة، فقال: وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، وأن الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره. وهنا الإمام ابن أبي زيد يؤكد على هذا المعنى ليرد على المعتزلة وغيرهم. فالله عز وجل متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا منذ كان، وهذه صفة ذات، وهو متكلم بلا ابتداء، يعني أن الله لم يكن صامتا ثم فجأة تكلم، لا، منذ كان وهو
يتكلم ويعطي الأوامر وكذا إلى آخره. ويتكلم بلا انتهاء، يعني لن يأتي يوم وينتهي الله عز وجل من الكلام، لا أبدا، لأنه سبحانه وتعالى أصلا لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية له. واضح يا إخواني؟ وصفة الكلام، انتبهوا، وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، يعني أن صفة ذات وصفة فعل، وهي من الصفات الاختيارية أيضا، فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، وأن الله متصف بصفة كان منذ كان، وفعلية بكونها تتعلق بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، فيتكلم متى شاء وكيف ما شاء. واضح يا إخواني؟ طيب، فكلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء كيف شاء، وهو قديم النوع حادث الأفراد. إذا صفة الكلام هي صفة قديمة النوع حادثة الأفراد. وهل معنى كونها حادثة الأفراد أنها مخلوقة؟ أبدا، ليس كل حادث مخلوقا. الحادث منا نحن المخلوقين مخلوق، له نهاية وله بداية، له بداية وله نهاية، لكن من الله عز وجل هو ليس بمخلوق، بل هو راجع إلى إرادته ومشيئته، فمتى شاء يتكلم تكلم، ومتى شاء لا يتكلم لا يتكلم سبحانه وتعالى. وقد كلم الله سبحانه وتعالى موسى في زمانه، يعني لما كان زمن موسى تكلم عندما لقيه عند الشجرة في سيناء. واضح؟ وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، ويكلم أهل الجنة يوم القيامة، إذا دخلوا الجنة يكلمهم سبحانه وتعالى، هذا يعني تعرفون الأحاديث الواردة في ذلك. وهذه من أمثلة آحاد الكلام، بمعنى أنه هنا تكلم وهنا تكلم وهنا تكلم، لا أنه تكلم كلاما نفسيا قديم. وهذا حقيقة الكلام النفسي القديم الذي يتحدث عنه الأشاعرة وغيرهم هو كلام غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. وكذلك ما يقوله الحنابلة المتأخرون من أن كلام الله عز وجل قديم، أيضا غير معقول المعنى. كيف هو يقولون هو كلام قديم بحرف وصوت، ثم ينكرون بقية ما نذكره؟ إذن هو أمر غير متصور يعني. فهذه من أمثلة آحاد الكلام التي حصلت في الأزمنة التي شاءها الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، وكلامه سبحانه وتعالى قد أكده الله بقوله وكلم الله موسى تكليما. هذا كلمة تكليم هذه من باب التأكيد، فهذا مفعول مطلق، والهدف منه هو التأكيد، تأكيد أن الله عز وجل كلم موسى. فهذا وكذلك تأكيد على أن الكلام صدر من الله. ولذلك السلف ماذا يقولون؟ يقولون الله عز وجل يتكلم، وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يؤكدون على هذا بمعنى أنه صدر من الله عز وجل، لا أنه خلقه أو كذا، لا، هو صدر من الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ طيب، فالكلام أيضا قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن كلام الله عز وجل لا ينفد، لا ينتهي، ليس له نهاية. وقال عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إذن في هاتين الآيتين إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه غير محصور، لأن البحور الزاخرة لو كانت مدادا لما انتهى كلام الله عز وجل، حتى ولما انتهى هذا المداد، حتى لو ضعفت أضعافا مضاعفة. هذا يعني واضح بفضل الله عز وجل. وكلام الله عز وجل منه القرآن الكريم، القرآن ليس هو كل كلام الله، هو من كلام الله، والتوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وهكذا هذا كله من كلام الله، وليس هو كل كلام الله عز وجل. واضح إخواني؟ إذن هذه كلها من كلام الله عز وجل. ويشهد لقول المؤلف رحمه الله أن الله كلم موسى بكلام الله صفة ذاته لا صفة خلقه، ما روي عن الإمام مالك من قوله كلم الله موسى عليه السلام، وقوله القرآن كلام الله. المسألة الثانية، يقول رحمه الله وأنه تجلى له في الجبل حتى جعله دكا، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله.
فقد قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا قال فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الآية الكريمة فيها إثبات حصول الكلام لموسى عندما جاء إلى ميقات ربه. إذا موسى عليه السلام لم يكلمه الله عز وجل في هذه الواقع إلا لما جاء إلى طور سيناء إلى الجبل. وفيها أن موسى لما سمع كلام الله طمع في الرؤيا فسألها، يعني لما سمع كلام الله طمع أن يرى الله سبحانه وتعالى فلم تحصل. الرؤيا في الدنيا لن تحصل، لأن الله عز وجل شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة لا في الدنيا، وهي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها بإذن الله في موضعها، لأن من العقائد الكبرى لأهل السنة أيضا. وشاء أن لا تقوى أبصارنا في الدنيا على رؤيته سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل لن تراني، يعني في هذه الدنيا. بل إن الجبل مع صلابته وضخامته لما تجلى له ربنا عز وجل كما جاء في بعض الآثار عن السلف عن بعض التابعين أنه تجلى بهذا المقدار، هكذا قال، هكذا أشار بإصبعه هكذا، تجلى بهذا المقدار سقط الجبل ودمر تدميرا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فصار دكا. أما في الدار الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لعباده المؤمنين من الطاقة والقدرة والقوة ما يستطيعون رؤية وجهه الكريم، نسأل الله أن لا يحرمنا من ذلك. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. إذا نحن في الدنيا لن نرى، حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم الصواب أنه لم يرى الله سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج، لم يرى الله عز وجل، إنما رأى النور، نور الحجاب، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله. المسألة الثالثة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه متكلم بكلام قديم غير مخلوق يسمعه منه من شاء من خلقه، وسمعه موسى عليه السلام ومن غير واسطة. موسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل من غير واسطة، ولذلك يقال له كليم الله. وسمعه جبريل عليه السلام يعني مباشرة أيضا، ومن أذن الله عز وجل له من ملائكته ورسله، وهؤلاء جميعا سمعوا كلام الله. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله في المعراج، وصل إلى سدرة المنتهى فأمره سبحانه وتعالى بالصلوات الخمس التي كانت 50 ثم اختصرت إلى 5. هذا كله معروف وواضح. وأن الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمن في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورون. قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذا اصطفى الله عز وجل موسى بكلامه، فلذلك هذا من خواص سيدنا موسى عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: منهم من كلم الله، فدل ذلك على أن من الأنبياء من كلم الله ومنهم من لم يكلم، إنما أوحى إليه الوحي إيحاء. وقال سبحانه وتعالى كما في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذن يمكن أن يكلم الله بعض أنبيائه عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد إلا الله. يعني هذه الشجرة قالت له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل هذا معقول؟ الشجرة لو كان هذا الكلام صادرا عن الشجرة لكانت الشجرة تقول له: اعبدني. هذا كفر بالله. ولذلك شنع أئمة السنة على المعتزلة والجهمية الذين قالوا هذا الكلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. هذا الحديث ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بلفظ: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق. هذا الأثر أو هذا الحديث حقيقة رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغير واحد
من علمائنا رحمهم الله. هذا الحديث فيه تشبيه السماع بالسماع لا الكلام بالكلام. انتبهوا، تشبيه هول. تعرفون السلسلة إذا جرت على الصفوان، والحجر الأملس، الصفا والصفوان الحجر الأملس، إذا جرت عليه السلسلة يحدث صوتا رهيبا. فالملائكة يسمعون كلام الله بوضوح كما كما يسمعون صوت السلسلة على الصفوان، لا أن كلام الله كالسلسلة على الصفوان. وهذا يشبه الحديث الآخر الذي سيأتي إن شاء الله معنا، عندما حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم، لما أشار إلى القمر وقال: أترون ذلك القمر؟ إنكم سترون القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليس دونه حجاب. هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، وإلى الله فلا يشبهه شيء. واضح يا إخواني حتى تنتبهوا يعني. وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة غرلا بهما، غرلا يعني غير مختونين، بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث رواه الأئمة واستشهد به البخاري في صحيحه، كما أنه رواه في كتابه خلق أفعال العباد، وهو حديث حسن. خلق أفعال العباد أتى بهذا الحديث إثباتا لأن الله عز وجل يتكلم بصوت، كما أن كتابه بحروف. واضح يا إخواني؟ وصفة كلام الله عز وجل كما أنها ثابتة بالسمع، يعني في الكتاب والسنة، فهي ثابتة أيضا بالعقل. ولهذا فالذين يثبتون الصفات السبع وهم الأشاعرة، أو الثمان وهم الماتريدية، يجعلون صفة الكلام من تلك الصفات التي يثبتونها، لأنه دل عليها العقل كما أنه دل عليها النقل. وبالمناسبة فإن الأشاعرة عندما يثبتون 7 صفات، والماتريدي عندما يثبتون 8 صفات، ليس معنى ذلك أنهم لا يثبتون غيرها من الصفات، إنما تلك الصفات التي ثبتت بالعقل، ولذلك يثبتون من ضمنها صفة الكلام الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ ومن الأدلة أيضا على أن الله عز وجل يكلم عباده بكلام حقيقي يصدر منه سبحانه وتعالى النداء. نداء الله عز وجل في سور كثيرة، والنداء لا يكون إلا بكلام. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالنداء لا يكون إلا بصوت وبكلام مسموع. قال الله عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفي هذه الآية فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، سورة طه. وكذلك قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا كله من أدلة صفة الكلام، وأنه بصوت يسمعه الله عز وجل من شاء من عباده. فلا شك أن النداء مسموع، وأن كلام الله عز وجل مسموع، فلا بد أن يكون كلام الله الذي تكلم به من الكلام المسموع الذي فهمه موسى عليه السلام. ولهذا لما سمع كلام الله سأل النظر إليه، لما سمع موسى كلام الله سأله أن ينظر إليه، فقال: ربي أرني أنظر إليك. فدل هذا على أنه سمع كلام الله عز وجل، وأن كلام الله يسمع، ولولا أنه يتكلم بصوت لما سمعه موسى عليه السلام. طيب ما الدليل على العقلي على هذه الصفة، صفة الكلام لله عز وجل؟ نحن قلنا إن صفة الكلام تثبت لله عز وجل بالعقل والنقل، وأن المتكلمين سواء كانوا أشاعرة أم ماتريدية أيضا يثبتون صفة الكلام، لكن بطريقتهم، فيثبتونها من الصفات التي ثبتت بالعقل. فالله عز وجل
أثبت، يعني ذكرنا الآيات الواردة والأحاديث الواردة في هذا. طيب من الناحية العقلية، الله من الناحية العقلية أن الله عز وجل ذكر الآلهة التي روما دليلا على عجزها وأنها لا تصلح أن تكون آلهة، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرجع القول ويكلم عباده ويكلم أنبياءه، أما هذه الأصنام لا تتكلم، والذي يتكلم أشرف من الذي لا يتكلم، وهذا واضح. وكذلك قول الله عز وجل: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم على لسان إبراهيم عليه السلام لما قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني فلولا أن فقد كان يمكن أن يقول: لا، آلهتنا لا تتكلم، أو أنها تتكلم بكلام ليس بصوت ولا حرف، ولم يقولوا شيئا من هذا طبعا، فدل ذلك على أن الكامل يتكلم. وأن الفارق بين الحي والميت، أو من علامات الفرق بين الحي والميت، هو أن الحي يتكلم والميت لا يتكلم. واضح يا إخواني؟ وأن الذي فيه حياة كاملة يتميز بالكلام، بخلاف الذي فيه حياة ناقصة أو ليس فيه حياة. ولذلك كان الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. واضح يا إخواني؟ وكذلك نصوص الكتاب والسنة ظاهرة في الدلالة على هذه الصفة، صفة الكلام، كما ذكرنا لكم آنفا. وأهل السنة والجماعة ومنهم أهل المدينة كمالك وأصحابه رحمهم الله الذين تفرقوا في البلدان، ولا الذين كانوا، سواء الذين تفرقوا في البلدان أو الذين بقوا معه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الكلام على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، لكن يقولون إن كلامه تبارك وتعالى قديم النوع حادث الأفراد كما ذكرت لكم آنفا. لما؟ لأن كلام الله من صفة الأفعال، أي أنه تبارك وتعالى يتكلم. لما تكلم سمعه موسى عليه السلام وكلمه مباشرة إلى غير ذلك مما ذكرناه آنفا. فهذا طيب، إذا إلى غير ذلك مما ذكرناه آنفا. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سبحانه يكلم عباده في الآخرة، منها أن الله عز وجل يقول: أهل الجنة يا أهل الجنة، فيقول: لبيك وسعديك، إلى غير ذلك. هذا كله يعني معروف ويعني واضح في السنة. فهذا نص صريح في أن الله عز وجل يخاطب أهل الجنة ويكلمهم ويكلمونه، وهي أحاديث صحيحة صريحة في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب. طيب، المسألة الرابعة التي نص عليها المؤلف رحمه الله هي أن كلام الله ليس بمخلوق. كلام الله ليس بمخلوق لأنه صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله ليست بمخلوقة، لأنه لو كانت صفاته مخلوقة لكانت إما مخلوقة فيه أو خارجه سبحانه وتعالى، فإذا كانت خارجه إذن هي ليست صفة من صفاته، وإذا كانت فيه فيستحيل أن يكون من الله عز وجل شيء مخلوقا، لأن الله عز وجل ليس بمخلوق. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى هذه الكلمة التي يذكرها أئمتنا رحمه الله؟ يعني أنه خرج منه، هو الذي تكلم به، لا من الشجرة ولا أنه خلقه في شيء ثم تكلم ذلك الشيء أبدا. وإليه يعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسرى على كتاب الله، يعني في آخر الزمان، حتى لا يبقى منه حرف ويرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فيرفع القرآن من الدنيا تماما، لا يبقى فيها، معنى القرآن يعود إلى الله عز وجل. واضح إخواني؟ قال علماؤنا رحمه الله: وهو ليس مخلوقا كيفما تصرف. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني أن القرآن سواء كتب في المصاحف أم تلي بألسنتنا أم فتحناه في أجهزتنا أما إلى ذلك، فهذه الأجهزة والألسن والمصاحف مخلوقة، لكن كلام الله ليس بمخلوق. واضح؟ أرجو أن تتضح لكم هذه الصورة. ولكن إذن أصواتنا مخلوقة، ألسنتنا مخلوقة، المصاحف الجلد والورق والمداد مخلوق، الأجهزة التي نستمع إليها مخلوقة، لكن كلام الله ليس بمخلوق. واضح؟ وسأذكر لكم 10 أدلة احتج بها أئمتنا رحمهم الله في كتبهم على أهل البدع أن القرآن ليس بمخلوق. وهذه الأدلة هي حقيقة هي أدلة يمكن الرد بها على المعتزلة الذين قالوا إن القرآن، المعتزلة والجهمية،
ويمكن الرد بها أيضا على من تأثر بهم من المنتسبين للسنة، سواء كانوا أشاعرة أم ماتريدية أم غير ذلك من الطوائف المنتسبة للسنة ووقعت في هذا الخطأ. قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. ففرق سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر، فالخلق صفة من صفاته والأمر صفة من صفاته. والله عز وجل يخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة كيف يخلق بها؟ واضح؟ فإذا كان كلامه مخلوقا كيف يخلق بمخلوق؟ هذا لا يمكن. واضح يا إخواني؟ طيب، إذا دل هذا على أن الأمر صفة من صفاته ليست مخلوق، وأن له الخلق والأمر، فالله خالق والله آمر متكلم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله كن هو أمره سبحانه وتعالى، فلو كان مخلوقا لاحتاج خلقه إلى أمر والأمر إلى أمر إلى ما لا نهاية، وهذا لا يمكن. هذا يقتضي الدور والتسلسل. الدليل الثاني قول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. طيب، إذا علم القرآن وخلق الإنسان، ففرق بين العلم، فرق سبحانه وتعالى بين العلم والخلق. فالقرآن علمه والإنسان خلقه، وعلمه تعالى غير مخلوق. قال تعالى: قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فسمى الله عز وجل القرآن علما، إذ هو الذي جاءه من ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي علمه الله تعالى إياه صلى الله عليه وسلم، وعلمه تعالى، وعلمه تعالى غير مخلوق. إذ لو كان مخلوقا لاتصف تعالى بضده قبل الخلق، لأن لو كان علم الله مخلوقا لكان قبل الخلق متصفا بغير العلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الدليل الثالث قول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية التي ذكرناها آنفا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن كلماته غير متناهية. فلو أن البحار التي خلق الله كانت مدادا تكتب به، والشجر الذي خلق الله عز وجل كان أقلاما تخط به، لنفدت مداد البحور ولفنيت الأقلام ولم تفن كلمات الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمة كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه وصفه وعلمه سبحانه وتعالى، وهذا لا يقاس بكلام مخلوق بحال من الأحوال. الدليل الرابع: أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس السلام إلى غير ذلك من الأسماء. هذه أسماء الله عز وجل، وهي من كلام الله عز وجل. هذه الأسماء هي من كلام الله عز وجل، إذ هو الذي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى. وقد ساوى الله عز وجل بين تسبيح نفسه وتسبيح أسمائه، فقال: سبح اسم ربك الأعلى. وساوى تعالى بين دعائه بنفسه ودعائه بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وساوى تعالى بين ذكره بنفسه وذكره بأسمائه: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وهذا التسبيح والدعاء والذكر إن كان يقع لمخلوق كان كفرا. إن كنا نسبح وندعو المخلوق هذا كفر، لا يجوز دعاء غير الله ولا الاستغاثة بغير الله. فإن قيل إن كلامه تعالى مخلوق كانت أسماؤه داخلة في ذلك، لأن من كلام الله عز وجل، لأن أسماء الله عز وجل من كلام الله عز وجل. ومن زعم ذلك فقد كفر. لماذا؟ لأن معنى ذلك أنه لم تكن له أسماء حتى خلقها، والله تنزه عن ذلك سبحانه وتعالى. هذه كلها من الأدلة التي احتج بها أئمتنا كالإمام أحمد وغيره من أئمة السنة على الجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. ومن ذلك قول الله عز وجل، أخبر تعالى عن تنزيله منه وإضافته إليه، فقال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ولم يضف شيئا مما أنزله إلى نفسه غير كلامه سبحانه وتعالى، يعني أنزله
مما دل على اختصاص بمعنى، فليس هو كإنزال المطر والحديد وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم. وهذا دليل على أن هذا من صفة كلام الله من صفة الله عز وجل وصف غيره، لا إلى غيره سبحانه وتعالى. طيب، الدليل السادس قول خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا الحديث رواه مسلم. فلو كانت كلماته مخلوقة لما جاز أعوذ بكلمات، لما جاز الاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بها ستكون شركا إذ ذاك، وهذا تعالى الله عن ذلك، هذا لا يجوز. إذن كلمات الله من الله عز وجل، ولذلك يجوز الاستغاثة بها والاستعاذة بها. واضح يا إخواني؟ فإذا هذا قال نعيم بن حماد رحمه الله: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. وقال الإمام البخاري عقب رواية هذا الأثر في خلق أفعال العباد: وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه خلق. الدليل السابع هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وهذا حديث حسن رواه اللالكائي وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية. فهذا الحديث تضمن إثبات عقيدة السلف في أن القرآن كلام الله غير مخلوق من وجهين. الوجه الأول أن فيه تفريقا بين كلام الله وما سواه من الكلام، والكلام إنما كلام الله الذي هو صفته، والكلام المخلوق هو صفة المخلوق، فكل صفة الله عز وجل لا ليست مخلوقة، وصفة العباد مخلوقة. الثاني أنه جعل الفرق بين كلام الله وكلام غيره، فلو كان شيئا واحدا لكان مخلوقا أيضا، لأن الله عز وجل هو الذي خلق فينا كلامنا، وإلا من أين جئنا بالكلام إلا أن الله خلق كلامنا فينا. فإذا كلامنا هو كلام منسوب إلينا وليس منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. الدليل الثامن من المعقول الصريح أن كلام الله إن كان مخلوقا فلا يخلو من أحد أمرين: أن يكون مخلوقا قائما بذات الله، أو يكون منفصلا بائنا عن الله عز وجل، وكلا الأمرين باطل بل كفر شنيع والعياذ بالله. فإذا كان مخلوقا في الله فمعنى صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا مستحيل هذا. وإذا كان مخلوقا في خارج ذات الله عز وجل فيلزم منه أنه ليس كلام الله عز وجل، بل هو كلام من خلق فيه، الشجرة وما إلى ذلك من الأمور. السابع: الصفة لا تقوم إلا بالصفة التاسع. أين التاسع؟ نعم. الصفة لا تقوم بنفسها، لا تقوم الصفة بنفسها، إنما تقوم بالموصوف بها. فإن كانت صفة للخالق قامت به، وإن كانت صفة للمخلوق قامت به ولا بد. وبما أن الكلام الذي يتكلم هو الله عز وجل فهي صفة قامت بالله عز وجل. وأخيرا فقد ثبت عن السلف الصالح كلام كثير جدا في هذا الباب، وسأختم لكم هذا الدرس بكلامهم رحمهم الله، بكلام السلف بشكل عام، ثم بكلام الإمام مالك بنفسه رحمه الله. قال عمرو بن دينار وهو من التابعين، من خيار التابعين: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. وقال عبد الله بن نافع وهو تلميذ الإمام عن مالك رحمه الله: كان مالك يقول القرآن كلام الله، ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. وهذا رواه صالح بن أحمد في المحنة بسند صحيح عنه، ورواه اللالكائي وروى أبو نعيم الأصبهاني وروى غير واحد. وقال الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي وتلميذه حاكيا المناظرة التي جرت بين الإمام الشافعي وبين حفص الفرد. حفص الفرد هذا كان رجلا جهميا. قال: فسأل الشافعي فاحتج عليه الشافعي، وطالت فيه المناظرة، يعني المناظرة بين الإمام الشافعي وحفص الفرد. فأقام الشافعي الحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفر حفصا الفرد الذي يقول بخلق القرآن. قال الربيع: فلقيت حفصا الفرد في المجلس بعده، فقال: أراد الشافعي قتلي،
اللي أراد أن يعني يبلغ السلطات أني مرتد وأني أستحق القتل. طبعا الشافعي كان قبل قضية المحنة، زمن يعني يعني زمن أظن هارون الرشيد، وهارون الرشيد كان ضد هذه الأفكار، لم يكن متفقا على، يعني أول من قال بها من الخلفاء هو المامون. هذه القصة، قصة الشافعي مع حفص الفرد، رواها الإمام ابن أبي حاتم الرازي في آداب الشافعي بسند صحيح، وهي مشهورة. وقال الإمام ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. طبعا هم لم يدركوا أهل المغرب، ولكن أنا سآتيكم بشيء من ذلك. فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. هذه عقيدة الرازيين، هي التي شرحها الشيخ الطريفي في كتابه الخراسانية، وهي عقيدة مباركة ورد بإسناد صحيح، رواها الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد ساق الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق عن 550 نفسا من أئمة السنة، من علمائها، من سلفها، كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال رحمه الله: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين، سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة. هذا كلام الإمام اللالكائي أبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب عظيم حقيقة. وقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني عن يحيى بن الربيع قال: كنت عند مالك بن أنس ودخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق فاقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله، قال عنه زنديق فاقتلوه. قال: يا أبا عبد الله، إنما أنا أحكي كلاما سمعته. فقال: لم أسمعه من أحد، إنما سمعته منك، وعظم هذا القول. وأخرج الإمام ابن عبد البر في كتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء، يعني مالكا والشافعية وأبا حنيفة، عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وروى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي مصعب الزهري، وهو قاضي المدينة ومن أكابر تلاميذ الإمام مالك ومن ذرية عبد الرحمن بن عوف، يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وروى عن ابن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس، هو ابن أخت الإمام مالك وزوج ابنته صهره، وعنه يروي البخاري عن مالك رحمه الله إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. وروى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب السنة عن ابن أبي أويس أيضا قال: سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن، هذه رواية مذهب أهل المدينة في هذا الباب، فقالوا: كلام الله عز وجل، وهو منه، وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. وذكروا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبي ابن أبي حاتم الرازي قال: حدثنا ميمون بن يحيى البكري قال: قال مالك بن أنس: من قال القرآن كلام مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وروى اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة عن عبد الله بن نافع الصايغ، لأن هناك اثنان عبد الله بن نافع من تلاميذ الإمام مالك، قال: قلت لمالك بن أنس: إن قوما بالعراق يقولون القرآن مخلوق، فنتر يده من يدي، يعني كانت يده في يده فنترها، فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب. فلما كان العشاء الآخرة قال لي: يا عبد الله بن نافع، من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر، صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب. وروى الآجري في كتابه الشريعة عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله، ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت.
وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا المقطع من كلام الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهج أهل المدينة وأهل السنة والجماعة، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.